تذكرون منذ بداية الأحداث في سوريا قلنا بشكل واضح أن من يذهب إلى سوريا ليقتل أطفال سوريا ويهدم بيوتهم على رؤوسهم هذا من أهل النار أو من أهل جهنم. غضب حينها بعض الناس وتكلموا بكلمات غير لائقة. إلى النهاية ما هذا الكلام؟ نحن نذهب للدفاع عن السيدة زينب وللدفاع عن المقامات، نحن نذهب لحفظ خط الممانعة، وإلى النهاية هذه الأرجوزة الأكذوبة الوقحة. اليوم هل هناك من عاقل لا زال يؤمن أننا وغيرنا موجودون في سوريا للدفاع عن مقامات ولحماية خط ممانعة بعد المشاهد المروعة لتسميم الأطفال وقتلها؟ هذا المشهد لا يرتكبه من يخاف الله ولو ذرة. هذا حرام بكل المقاييس، جريمة بكل المقاييس، حقارة بكل المقاييس، دناعة بكل المقاييس. أطفال مسلمين جاعوا، مرضوا، تقطعت بهم الدنيا، عاشوا سنوات آلام، تضربهم بالسموم والكيماوي. بعد الدخول الروسي على سوريا برا وجوا، وبعد الدخول الامريكي على سوريا ايضا، بعدنا بخط الممانعة يا اخوة، بعدنا بدنا نحمل مقامات يا كذبة. أم أنه بات واضحا أننا خدم للحملة الصليبية الجديدة على المنطقة، خدم صغار أذلة في خدمة الحملة الصليبية على المنطقة، سواء كانت دول مع الروس والحملة الروسية أو دول مع الحملة الغربية الأمريكية. بعد حادثة أطفال خان شيخون يجب أن لا يبقى عاقل ساكت، يجب أن يدرك الجميع أن هذا أمر لا يجوز السكوت عليه بأي حال، ولا يمكن تبريره بأي صيغة. أعتقد أن اليوم بات الأمر واضحا حتى لكل الناس أن من يذهب إلى سوريا لا يذهب للدفاع عن المقامات، حتى ولو اعتبرنا هذا الأمر بنظر البعض عنوانا يمكن الحديث عنه، ولا يذهب لممانعة وغير ممانعة، يذهب لقتل أطفال المسلمين ولهدم بيوتهم وبلادهم، وكذلك يفعلون.
من يذهب إلى سوريا اليوم يذهب لقتل أطفال المسلمين. اعلم أيها المقاتل، أنت تذهب لتشارك في قتل أطفال المسلمين، ولتشارك كخادم في غزو صليبي جديد على المنطقة، في غزو صليبي جديد. أين أنتم؟ وهنا يا إخواني لست أنا من يقول من يقتل يدخل جهنم، الله هو القائل. وأنا أخاطب كل شريك في هذه الحرب ولو بالرضا. بعض الناس يكون في المجلس هكذا جالس هو يتحدث بطريقة غير مسؤولة عن مشاركته أو رضاه بفظائع ما يرتكب. أقول لهؤلاء يقول القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الله هو القائل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا. الذي يشارك في قتل أطفال المسلمين خالدا في جهنم، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كلام الله أشد قسوة من كلامي بكثير، وكلام الله كلام الأفعال ليس ككلامي. أيها الإخوة، بعض الناس ربما يقول السنة على طريقة بعض المتحزلقين الشيعة لخداع البسطاء. بعض البسطاء الشيعة يحاول بعضهم يعني من خبثهم من شيطنتهم أن يخدعوهم أن السنة ليسوا ممن تقصده الآية، لأن الآية تتحدث عن المؤمنين، والسنة مسلمون وليسوا مؤمنين لأنهم ليسوا شيعة، هم على أساس أن فقط المؤمن شيعي. هذا كلام هرطقة وكلام لا معنى له وكلام مخادع وكلام كذاب. ثم على أي فرض ماذا تقول بالأطفال؟ هؤلاء الأطفال حديثي الولادة، الأطفال ماذا تقول عنهم؟ قتلهم حلال؟ برر. أكرر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا ربنا هو القائل، القرآن هو القائل: إن كنا مسلمين. وهنا أنا من موقع الشرع أكرر، من موقع الشرع أرى من واجب كل من يقاتل ويدعم النظام السوري من اللبنانيين، أنتم أيها اللبنانيون الذين تذهبون للقتال في سوريا أو الذين تدعموه في لبنان، من السوريين والعراقيين والإيرانيين والأفغان وكل من يدعم النظام السوري والسوريين طبعا، عليهم أن ينسحبوا. يجب عليهم أن ينسحبوا من المعركة. يجب عليهم أن يتخلوا عن هذا النظام القذر. يجب عليهم أن يرجعوا إن لم يستطيعوا أن ينصروا الحق فلا يقفوا مع الباطل. وأن يتوبوا ويستغفروا ربهم مما ارتكبوه من ذنوب عظيمة.
أيها الإخوة، أتحدث اليوم لأنه بات واضحا جليا حتى لمن لا يفهم شيء، لمن لا يعرف شيء. من يقاتل في خدمة بشار كمن يقاتل في خدمة يزيد بن معاوية. من يكون جنديا عند بشار هو جندي عند يزيد، لا فرق ابدا، لا فرق. ومن يشارك في قتل الشعب السوري ايضا هو جندي في جيش عمر بن سعد الذي قاتل الامام الحسين وقتل اطفال الامام الحسين. هؤلاء اطفال الامام الحسين ايضا، الاطفال الذين قتلوا في خان شيخون والذين قتلوا في كل سوريا، هؤلاء اعزة على قلب الامام الحسين. هؤلاء بالضبط كعبد الله الرضيع ابن الامام الحسين، عند الامام الحسين وعند رسول الله وعند كل غيور. فمن يقاتل مع بشار في سوريا هو جندي من جنود عمر بن سعد في معركة كربلاء. أي إرث تركتم للأجيال؟ الأجيال القادمة التي ستسمع وترى وتقرأ ماذا ستقول عنا وعنكم؟ كيف ستبرر لكم؟ لن يبرر أحد لكم. الأجيال القادمة فضلا عن غضب الله وجهنم ستنظر إليكم باحتقار وازدراء وتبرؤ منكم ومن أفعالكم ومن كل أمر يرتبط بكم. أنتم تقرؤون إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة الإيمان. أخوة الإيمان تخدم الروسي في غزوه لسوريا أو تخدم الأمريكي. أنا لا أتحدث عن فريق دون فريق. أنتم مسلمون لا يجوز أن تتصارعوا وتتقاتلوا في خدمة الغرب.